مرحبا، أنا كمال واليوم رح نحكي عن عطور عربية تعتبر البديل الأوفر لعطور كتير غالية أو عطور نيش. إذا أنتم مهتمين بالعطور، الساعات أو الملابس، بليز اعملوا لي سبسكرايب وشوفوا الانستغرام كمان، كل يوم بنزل ريفيو على بيرفيوم. يمكن باليوتيوب ما عم بحكي كتير عن الساعات والأواعي، ولكن بالانستغرام دائما عم بنزل نصايح عن الأواعي وأفكار كل يوم شو الواحد ممكن يلبس. ففيكم كمان تبعتوا لي على الانستغرام إذا في عطر معين حابين نعمل عليه ريفيو وبنعمل عليه ريفيو مع بعض. اول اشي راح اخذ شركات عربيه مثل شركه الرصاصي، اشوف شو في بعض العطور من الرصاصه اللي عندي ولشو تعتبر بديل اوفر. اول واحد مثلا انا عندي هذا البرفيوم اللي اسمه كن مختلفا. ريحته خشب وحمضيات، وهو يعتبر البديل الاوفر لعطر من كارتيه واللي هو نوار اديشن. ريحته كتير حلوة صيفية، بنفس الوقت فيها شوية رجولية وخشنة إلى حد ما. العطر الثاني يمكن أشهر واحد من الرصاصي هو الوسام الأبيض أو الوسام داي. هذا البرفيوم ريحته كتير حلوة، ثباته كتير قوي وفوحانه ممتاز جدا جدا. أنا صراحة بحب أستخدمه بالصيف، بستخدمه كمان كتير مرات بالجيم لأنه ريحته فريش ومنعشة. طبعا هو معروف إنه هو البديل الأوفر لعطر سيلفر ماونتن ووتر من كريد، ريحته كتير حلوة وانصحكم تجربوها. اما تاني او ثالث واحد بالاحرى اللي هو هوس، برضو من الرصاصي. هوس يعتبر البديل الاوفر لانفكتس اكوا، تحديدا اتوقع نسخة او اصدار سنة 2016 وكان احلى واحد. بطل موجود 2016 هلا. الانفكتس اكوا اللي موجود كتير ناس قاعدين بيقولوا انه ما في نفس البرفورمانس او نفس الريحة، ولكن هوس ما حدا بيشتكي منه، ريحته كتير حلوة، ريحته من الخوخ والنباتات المائية، ولكن الكومبينيشن تبع ريحته ضايل شوي فيه. الكومبينيشن تبعه بتعطي على بابل جم، يعني ريحة علكة، بس هو فعليا ريحته إذا بركز فيها شوي بقدر أشم فيها ريحة الخوخ والنباتات المائية. والله ريحتها كتير حلوة صراحة. هي باي ذا واي مش كتير مناسبة لكل الأوقات، يمكن للمكتب تكون كتير هيك مش مناسبة، ما بعرف كيف بدي أوصفها بالضبط. مناسبة أكتر للسهرات أو للحفلات ما إلى هنالك. هذا يمكن رمز الرصاصي، يمكن أفضل عطر بالنسبة لي من الرصاصي. هو صراحة في هذا كمان بحبه كتير من الرصاصي، بس ما مش ملاقي له بديل، يعني هو مش بديل أوفر لإشي. بيسكلي ريحته كتير حلوة من العود والخشب والحمضيات، بس ما راح أحكي عنه بهذا الفيديو. اسمه العطر الثمين، ما راح أحكي عنه كتير لأنه مش بديل أوفر لإشي، بس هذا البديل الأوفر لكريد افنتس. في كتير عطور او نسخ لكريد افنتس مثل عندي هون مون بلا اكسبلورر، في عندي كمان كلاب دينوا او دينوي انتنس مان موجود عندي بس ما بعرف وينه. المهم انه هو كمان يعتبر كلون عن كريد، ولكن ولا واحد فيهم اقرب من الرصاصي 9325. طبعا ريحته عبارة عن طحالب السنديان والحمضيات والخشب، وفيه شوي فروتي، فهو كتير 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 قريب من ريحة كريد افنتس، وهو اقربهم. لا يقاوم جازمين ويسب، برضو هاي من الرصاصي نسائية، حلوة كتير، قوية كتير. ريحتها عبارة عن ورد ومسك وفواكه. فالحلو فيها هاي ثباتها كتير كتير عالي، وكمان فوحانها صاخب، يعني فوحانها بيعبي الغرفة، وسعرها كمان ممتاز. يعني أنا راح أحط أسعار العطور بالديسكربشن عنها بالديسكربشن، أو راح أحكي عنها شوي بالديسكربشن عفوا. ولكن هذا البرفيوم تحديدا لا يقاوم جازمين ويسب، ثباته وفوحانه رهيبين. بما أننا عم نحكي عن جازمين ويسب، في كمان عطر من العربية للعود، هو كمان قريب كتير من لا يقاوم جازمين ويسب، واللي هو مضاوي. هلا مضاوي وجازمين ويسب الاثنين يعتبروا البديل الأوفر لشركة نيش أو لبراند نيش اسمها ساسبيرس. واحد من عطورهم اسمه ايربابورا، ريحته كتير فروتي ورد وكمان مسك، وهاي بتجيب بنسخة أو بشكل كتير كتير قريب، بتجيب ريحة مضاوي ولا يقاوم جازمين ويسب. فهدول الريحتين قريبين كتير من بعض، ولكن مضاوي أنعم بكتير. ريحة ثباتها كتير كتير عالية، يعني ثباتها يمكن بيقعد لتاني يوم، ولكن فوحانها مش صاخب، مش قوي لدرجة إنه يعبي الغرفة. فوحانها هادي ناعمة إلى حد ما، يعني هاي يمكن تكون شتوية أكتر شوي، مع أنها بتنفع لكل الفصول. أما هاي رسميا بتنفع لكل الفصول، كل الأيام، كل الأوقات، كل المناسبات. وكمان مع أنه الاثنين نسائيين، العطرين نسائيين،
هاد بينفع انه يكون يونيسكس. مضاوي بينفع انه يكون يونيسكس، ما عندي مشكله اني انا استخدمه، ولكن مش بكل الاوقات. يعني يمكن لو بنت بدها تستخدم مضاوي يكون هو السيجنتشر تبعها تستخدم كل الاوقات كل المناسبات، بس لشاب يمكن حلو ليوم جمعه، ليوم عطله، ليوم جمعه، خفيفه، قاعده رايقه. هاي بالنسبه لي او رايي الشخصي. فمضاوي كمان هو واحد من العطور من العربية العود اللي هو يعتبر بديل أوفر لعطور نيش اللي هي ساسبيروس إربا بورا. من العربية للعود كمان عندي جنتلمان سيكريت أو جنتلمان سيكريت. ريحة هذا البرفيوم عبارة عن حمضيات كتير وخشب. ريحته كتير فريش ورجولية جدا، قوية جدا وحلوة كتير. هي تعتبر البديل الأوفر. هي تعتبر البديل الأوفر لعطر شانيل بلاتينيوم إيجويست. أنا عم بضحك لأنه كل ما أشم ريحته فيه ريحة نظافة كتير قوية، يعني بتذكرني بريحة بيرسيل بفتحته، ولكن هاي لما أرشه على حالي ما بشم هذا البرفيوم، أو سوري ما بشم هاي الريحة. بس لما أشمه من برا بيكون فيه ريحة نظافة كتير حلوة كتير قوية، بتذكرني شوي بريحة بيرسيل. هذا إشي كويس يعني فعليا ريحة نظافة حلوة، ولكن لا، لما أرشه بتكون ريحة العطر عبارة عن حمضيات قوية كتير وخشب، وفيه فريشنس كتير عالي. ومثل ما قلنا هو البديل الأوفر لبلاتينيوم إيجويست من شانيل. هلا من الماجد للعود معي كمان عطرين من الماجد للعود. أول واحد هو البلاك وود أو الخشب الأسود، او هو مش الخشب الاسود، هم مسمينه بلاك وود بيسكلي. فهذا البرفيوم ريحته عباره عن خشب وجلد وعود. ريحته كتير حلوه، قريبه كتير من تاسكن ليذر من توم فورد تاسكن ليذر من البرايفت بلند تبع عطور توم فورد. هي تعتبر الليفل النيش تبعهم. فكمان ريحته كتير حلوة وقريبة منه، مع انه ربع السعر. يمكن هاي العطر 75 ملي، حقه ما بيتجاوز ال 370 ريال اللي هي $100 تقريبا. اجين رح احط هذا الكلام بالديسكربشن. بس ريحته كتير قريبة من توم فورد برايفت بلند اللي هي اوريدي قريبة من سوري تاسكن ليذر اللي هي اوريدي قريبة من كمان من امبري ليذر. ولكن هاي ناعمة كتير. عطر بينفع انه يكون يونيسكس، يعني اذا في بنت بتحب العطور القوية بالجلد والخشب تقدر انه تستخدم بلاك وود. اتوقع هم كمان مصنفينه للجنسين، مع انه انا شايف انه اوريدي ما في مشكله فيه، ولكن هم كمان حاطين على الويب سايت انه يونيسكس. اللي بعده كمان من الماجد للعود هو رائد ستايل. رائد ستايل ريحته كمان حمضيات، وبتوقع فيه باتشولي. مش متاكد شو مركباته بالضبط، ولكن كريحه قادر اشم فيه ريحه كتير قريبه، من بوس باتلد. هذا يعني عم بحاول دائما ادور على عطور تاني شو الاشي اللي بيشبهه، بس اقرب اشي له هو بوس باتلد. بس اقوى كثبات وكفواحان كفواحان وثبات اقوى من بوس باتلد. ريحتها بتقعد تقريبا 5-6 ساعات، بس باتلد ما كان يقعد 3 ساعات صراحة. هلا في كمان معي واحد من العطور، يمكن الشركة مش معروفة، أنا لقيتها بس مرة بالديوتي فري تبع السعودية. الشركة اسمها برايب أرابيا، والبرفيوم اسمه عود كوتور. هاي شكل البرفيوم. هذا يمكن مش كتير معروف، فمشان هيك خليته للآخر، يمكن مش كتير ناس بتعرفه. ولكن ريحته كتير حلوة وكتير قريبة بعد ما تبرد، مش أول ما أرشه، بعد ما تبرد بتصير قريبة إلى حد بعيد من توم فورد نوار. ففي كتير عطور عربية تعتبر بديل أوفر لكتير عطور غالية وكتير عطور نيش كمان. إذا أنتوا في عطر كمان ببالكم بتستخدموه كبديل لشانيل، كبديل عطور من ديور، كبديل لعطور نيش، بليز كمان اعطوني فكرة عنهم، بلكي جربناهم مع بعض. إذا في عطر في بالكم حابين نعمل عليه ريفيو أو براند معينة كمان بليز احكوا لي عنها وبنعمل عليها ريفيو مع بعض. شكرا كتير لكم، ما تنسوا بليز تعملوا سبسكرايب، واذا عجبكم الفيديو اعطوني لايك. شكرا كتير لكم.